السلام عليكم. لو انت دلوقتي بتسمع الفيديو ده فاسمح لي ارحب بيك واقول لك انك وصلت دلوقتي لنهاية الرحلة اللي بدأناها بيعني ايه تصميم لغاية ما وصلنا لشرح كامل لبرنامج كانفا، وان احنا قدرنا ان نطلع تصميمات فعلا من البداية للنهاية، سواء كان تصميم صورة او انفوجراف او حتى لوجو. ودلوقتي هنتعلم حاجة بسيطة جدا ولكنها مطلوبة بشكل كبير جدا، وهو ازاي اعمل سي في بشكل احترافي. فيلا بينا نبدأ، ويا مساء الفل عليك أو صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، وأهلا بيك في دكتور فريلانسر. نعمل سيرش عن السي في، وليكن هنختار السي في اللي قدامنا ده. هيجيب لك اشكال كتير جدا تقدر انك تكتب عليها وتعمل عليها السي في بتاعك. على فكره كلهم نفس الفكره ونفس المعلومات ونفس الطريقه اللي مكتوب بيها المعلومات، ولكن كل الحكايه بقى هنا ان هنا الوان غير هنا، هنا شكل غير هنا. على سبيل المثال اللي قدامكم ده جزئين بلونين، تعرف انك تعدل عليه اي حاجه انت عايز تعدلها وتحط الصوره وتعمل كل اللي انت عايزه. اللي هنا ده مش بروفيشنال شويه يا شباب، يعني حتى ما نتعلم دلوقتي ونعرف ان اللي انا مختار دلوقتي ده مش بروفيشنال شويه. في حين ان احنا لو اخترنا واحد كده تاني نجيب واحد مختلف، يعني ده ممكن يكون بروفيشنال اكتر من التاني. ده كده الى حد ما احسن شويه، وده كمان احسن منهم الاثنين. المهم ان انت الفكره عندك كده، ان انت عندك دلوقتي اشكال كتير جدا السي في، تعرف انك تختار حتى لو عايز الوان معينه يقدر ان هو يجيب لك الالوان اللي انت عايز تشتغل عليها. خلينا في اللون ابيض في اسود مثلا، وليكن لون من الالوان اللي موجوده هنا، ونبدا ان احنا نشتغل عليه ونعمل السي في بتاعنا، بحيث ان هو نعرف المعلومات بتاعتنا هنكتبها ازاي. الشكل اللي ظاهر قدامنا ده كده، ولكن هجيب واحد بس فاتح لمجرد ان هو يكون واضح قدامكم بشكل كويس. هختار سين تاني، هختار كلر تاني، هات لي ابيض. حلو جدا، تمام تمام. تبدا بقى تدور، انا بقى ببدا ان انا ادخل ادور على فكره، وببدا اشوف كل حاجه عشان اعرف ايه اللي هيكون افضل بالنسبه لي، وليكن ده هيكون كويس نعرف ان احنا نشتغل عليه. اول حاجه ممكن حد يطلب منك سي في على مواقع فريلانس. يعني مواقع فريلانس هتلاقي ناس كتير جدا بتطلب حد يعمل لنا سي في يا شباب، فانت ممكن انك تقدم عليه. السي في حاجه تانية اسمها ريزمي، والريزمي ده عباره عن سي في مصغر. على فكره السي في ده مش اللي هو بنعمله اللي هو بيبقى صفحه صفحتين، لا، هو ده الريزومي، هو اللي صفحه او صفحتين. لكن السي في ده بيكون حاجه كبيره كده، 4 5 10 صفحات عادي جدا، ملف كبير كده بتحط فيه كل المعلومات بتاعتك كل التفاصيل بتاعتك. فده اللي بيكون اسمه سي في، وده بيحتاجه اكتر الناس اللي بتكون والله مدير في شركه، مدير في مكان، بيبدا ان هو يلاقي عنده حاجات كتير جدا محتاج ان هو يكتبها، مش زي مثلا حد فريش جرادويت كل اللي بيكتبه معلومتين ثلاثه والاديوكيشن بتاعه حاجات بسيطه، الا ولو كان الشخص ده بقى اتعلم حاجات كتيره جدا ومعاه مؤهلات كتيره ومعاه كورسات كتيره، فبيحتاج ان هو يكتب فعلا سي في كبير. ولكن لنفترض جدلا كده ان احنا بنقول ان هو اسمه سي في، اي حد يتناقش معانا في اي حاجه من الحاجات دي لا، يعني ما حدش يجي يقول لنا والله ده مش اسمه سي في ولا الكلام ده كله. هي الناس كلها عارفه دلوقتي ان هو الصفحه صفحتين نص صفحه 10 صفحات هو اسمه سي في. المهم السي في ده عشان نكتبه بيكون ليه قواعد معينه. على فكره القواعد دي بتختلف من مكان لمكان، في بعض الناس يقولوا كذا وفي بعض الناس يقولوا كذا. احنا هنعرف الحاجات الاساسيه اللي يعني هتكون فارقه معانا فعلا في الشكل بتاع التصميم بتاعنا، وفي نفس الوقت فارقه معانا لو حد اتش ار بيراجع السي في بتاعنا. اول حاجه هي ايه؟ دلوقتي هنتكلم على نقطه الصوره. الصوره دي حاجه اساسيه في التصميم ولا لا؟ لا، الصوره دي مش حاجه اساسيه في التصميم. الصوره لو طلب منك انك تكون باعت صوره في السي في بتاعك، او العميل لما طلب منك انك تعمل سي في، هتساله عايز تحط فيه صوره ولا لا. لو بعت لك الصوره وقال لك هتحطها له في التصميم. طيب بتتحط فين؟ بتتحط فوق كده في المساحه الصغيره اللي كانت موجود فيها دلوقتي، بنفس الشكل اللي موجود قدامكم ده. طيب بعد ما بحط الصوره دي، الصوره دي لو انا في مكان مش طالب صوره ما يفضلش ان انا احط صوره، يعني ما اقولش بقى ان لا انا احط صوره في السي في بتاعي ولا الكلام ده كله. انا حطيتها عادي يعني ما فيهاش مشكله، ولكن في بعض الاماكن وفي بعض الناس اللي لو ما طلبوش منك صوره يفضل انك ما تبعتش صوره، لانه هو ممكن يرفض السي في على الاساس ده. فده بالنسبه لنقطه الصوره. بعد كده بيبقى عندك الاسم، والاسم دايما بيتكتب فوق على الشمال. يعني انت دلوقتي الجزء اللي فوق ده فوق يمين وفوق شمال، فوق على الشمال ده بيكون مكتوب فيه الاسم زي كده بالظبط. تمام.
يكون مكتوب بخط بولد، بخط كبير، اكبر حاجه في التصميم. يعني قول مثلا الخط بتاعه ده يكون هو الناس بتكتبه كده يا 18 يا 36، قول ان احنا هنكتبه 18 يعني عشان ما يكونش التصميم بتاعنا كبير. ممكن اصغره عن كده ولكن ممكن اخليه 36 يعني هو كده بقى 36 عادي جدا. واظبط الاسم بتاعي. وممكن ان انا اخليه كمان على الصوره، يعني ممكن اخلي التصميم بتاعي نفسه على الصوره. يعني عملت كلمه دقيقه واحده، عايز اخلي لكم بوزيشن فورورد. انا كده كل اللي عملته ان انا خليته هو ظاهر على فوق الصوره. تمام تمام. بعد كده بيكون عندي المعلومات اللي هي المعلومات الشخصيه بتاعتي من ناحيه العنوان البريد الالكتروني بتاعي، الرقم التليفون بتاعي. فببدا ان انا بحط الحاجات دي فوق على اليمين. يبقى دلوقتي فوق على اليمين هبدا ان انا احط رقم التليفون بتاعي، هبدا ان انا احط الجيميل بتاعي. والله لو عندي لينكد ان، ودي نقطه بقى مهمه جدا، لو انا عندي لينكد ان واللينكد ان ده كويس فعلا وكامل، هبدا ان انا احط برده تحت رقم التليفون. يبقى تحت رقم التليفون انا هحط اللينكد ان والجيميل بتاعي، تحتهم بحط العنوان. يبقى كده 3 حاجات انا عملتهم على اليمين فوق، وحاجه واحده عملتها على اليمين على الشمال فوق، او حاجتين. على الشمال فوق حطيت الصوره بتاعتي، بعد كده حطيت الاسم بتاعي. على اليمين فوق حطيت العنوان، حطيت الجيميل بتاعي، حطيت لينكد ان، وحطيت العنوان اللي هو الادرس بتاعي. طيب لما باجي احط العنوان بتاعي او الادرس بتاعي، شايفين اللي هو الحاجات اللي موجوده هنا دي؟ شايفين اللي موجود هنا ده الافضل بالنسبه له والاصح ان هو يكون موجود. الحاجات اللي هي كلمه كونتاكت دي والعنوان ده يكون موجود فوق على الشمال تحت كلمه اباوت دي على طول. طيب او فوقها، يعني الموضوع مش هيفرق. طب بعد كده بعد ما حطيت الحاجات دي انا باجي زي ما قلت بكتب رقم التليفون، بكتب الجيميل، بكتب العنوان. العنوان ده بكتبه ازاي؟ بكتب المدينه بتاعتي على سبيل المثال، المدينه اللي انا موجود فيها وليكن مدينه نصر. بعد كده اروح كاتب المحافظه اللي انا موجود فيها، محافظه القاهره. الدوله اللي انا موجود فيها مصر. هكتب مدينه نصر واحط علامه فاصله او كوما، واكتب القاهره واكتب احط كوما واكتب مصر. يبقى انا كده عملت العنوان بتاعي، حطيته مظبوط في التصميم اللي انا عامله او في السي في اللي انا كاتبه. يبقى كده انت عرفت كام حاجه. عرفت ان احط الصوره فوق على الشمال واحط الاسم معاها، وابدا ان انا على اليمين احط رقم التليفون، احط العنوان، احط الجيميل، واحط لينكد ان لو البروفايل بتاع لينكد ان بتاعي كويس، لان اكون متوقع ان الشخص ده هيبدا ان هو يدخل عليه ويبص عليه. طيب بعد كده بعمل حاجه اسمها الحاجات اللي انا عملتها دي اسمها بيرسونال انفورميشنز. يعني اللي انا عملته ده اسمه بيرسونال انفورميشنز، يعني انفورميشنز الشخصيه بتاعتي، المعلومات الشخصيه بتاعتي. بعد كده بروح اعمل حاجه كلمه اسمها اباوت. تمام. كلمه اسمها اباوت اللي انا بكتبها دي والله بكتب ان انا نبذه بسيطه جدا يعني عني، نبذه بسيطه جدا عني، بتعرف انا ايه او ايه المجال اللي انا مهتم بيه. يعني يفضل جدا ده بيكون تابع للحاجه اللي انا بقدم فيها. والله بقدم في شركه ماركتنج دلوقتي، فبكتب حاجه عني خاصه بالماركتنج، اقول والله ان انا كذا كذا كذا، وان انا سي اكسبرت، عشان كده انا مهتم بمجال الماركتنج، وان انا اكون او ان انا اخد البوزيشن ده مع الشركه او جوه الشركه. حاجه بسيطه جدا كده بتكتبها عن نفسك. تمام تمام. دي نقطه مهمه جدا بتتكتب فوق، عباره عن سطرين 3 يعني، ما تزودش عن كده. بعد كده بتروح نازل عندك كام حاجه بقى عايز تكتبهم. عندك شويه معلومات تحت المفروض ان انت تكون كاتبهم في التصميم او في الشكل اللي موجود قدامك. طبعا انا مديك دلوقتي شكل عشان خاطر لو انت بتعمل تصميم او بتعمل سي في لحد تعمله بروفيشنال وتعمله بشكل احسن، عكس ما حد تاني يدخل ان هو يكتبه على الوورد ويبدا ان هو ينسق فيه. دلوقتي انا عايز اعرف انا لما اجي اكتب بعد كلمه اباوت هكتب ايه بالترتيب كده. اول حاجه انت المكان اللي انت رايح ده، انا قلت لك ان انت عندك كلمه اباوت اول حاجه. بعد كده تروح نازل تحت على طول كاتب لي الاديوكيشن، التعليم بتاعك. والله في الاديوكيشن بتبدا انك تذكر له مثلا انا اتعلمت في كليه كذا في جامعه كذا، او معايا ماستر ديجري، او معايا دكتوراه، او معايا بكالوريوس لحاجه معينه. ببدا ان انا بذكر له العنوان بتاع الحاجه اللي معايا دي، واحط التاريخ بتاعها اللي انا خدته فيها او اللي انا بدات فيها. على سبيل المثال انا عايز اكتب ان انا دلوقتي في كليه الطب جامعه الازهر، فانا هكتب كده الازهر يونيفرستي كليه طب فاكولتي اوف ميديسن. خلاص انا كتبت كده العنوان اهو والتعليم اللي انا موجود فيه دلوقتي، هروح كاتب له فيه من سنس او اللي هو معناه من كذا لكذا، من 2017 ل 2023 او 2024. خلاص انا كاتب له دلوقتي والله ان انا بادئ من كذا والنهايه بتاعتي هتكون في سنه كذا. طب لو انا عملت حاجه معينه او انا خدت اديوكيشن معين وانتهى، بكتب له والله مثلا ان انا خدت بكالوريوس في الطب، وبكتب له تحته كده من 2000 وكذا ل 2000 وكذا، يبقى انا كنت في الكليه في الفتره دي.
او خدت ماستر ديجري في كذا من كذا لكذا. ببدا بس ان انا في الاديوكيشن ده ببدا ان احط له الحاجات اللي انا اتعلمتها بكده، الحاجات المعتمده طبعا بشهاده، يعني جامعه، كليه، طالع من ثانويه عامه، بكتب له الحاجه اللي موجود اللي انا متعلمها بالظبط والدرجه العلميه اللي انا موجود عليها، بحطها له هنا بالترتيب اللي انا قلت لكم عليه. ممكن طبعا حد فينا يكون واخد اكتر من حاجه، يتعلم اكتر من حاجه، فبالتالي الحاجات دي بيكتبها بالترتيب، يروح بادئ في رقم واحد كده الحاجه اللي هو اتعلمها زي ما انت شايف كده قدامك، الحاجه اللي هو اتعلمها رقم واحد، بعد كده يروح نازل رقم اثنين حاجه جديده هو اتعلمها فيروح حاططها تحت، عايز رقم ثلاثه كمان يروح حاططها تحت، وهكذا لغايه ما تخلص الحاجات اللي انت اتعلمتها. طبعا انت شايف هنا ان هو كاتب من كذا لكذا، دي الفتره الزمنيه اللي هو اشتغل او اللي هو اتعلم فيها. بعد كده عندك الورك اكسبيرينس اللي هو بقى او الورك بتاعك نفسه، اللي هو الشغل بتاعك اللي انت اشتغلته قبل كده، او العمل بتاعك اللي انت عملته في مكان معين او اتعاملت مع مكان معين لفتره خدت منها خبره عمليه، فبتبدا ان انت تكتب الحاجه دي هنا. على سبيل المثال بقول والله ان انا كنت كونتنت كريتور فريلانسر من فتره كذا لفتره كذا، وبعد كده اروح نازل تحت واقول ان انا اشتغلت سي او اكسبرت مع ويب سايت كذا من فتره كذا لفتره كذا. برضه عشان اوضح حاجه من البدايه، انا بكتب عربي ولا انجليزي؟ لا، معظم السيفيهات اللي احنا بنشوفها واللي الناس بتبعتها والناس بتعملها بتكون بالانجليزي طبعا، الا لو السي في بتاعك مطلوب باللغه العربيه فاعمله باللغه العربيه في المكان اللي طالبه منك. الحاجه الثانيه ان انت مش قادر انك تعمله باللغه الانجليزيه ومفيش اي اوبشن حد يعمله لك، فاعمله باللغه العربيه عشان يكون معاك سي في. لكن حتى لو انت اللغه عندك مش كويسه ومش قادر انك تعمله، يفضل انك تدور على حد وبعد ما تكتب السي في بتاعك تكتب كل حاجه تقول له لو سمحت ترجم لي ده اللغه الانجليزيه، لان من الحاجات المهمه جدا ان السي في لو مكتوب باللغه الانجليزيه يكون مكتوب لغويا صح. فبالتالي انا حبيت ان انا اترجم مع نفسي هبوظ كتير، لو ترجمت على جوجل هبوظ كتير، لازم استعين بحد في النقطه دي. ماشي. الورك اكسبيرينس بدات ان انا اقول له والله انا اشتغلت مثلا سي اكسبرت مع ويب سايت دكتور فريلانسر من الفتره كذا لفتره كذا. نزلت تحت قلت له ان انا اشتغلت ك كورس بريزنتر مثلا او ليكتشر عن مع شركه كذا من فتره كذا لفتره كذا. بدات ان انا اقول له هنا الورك اكسبيرينس بتاعتي. بعد كده على الشمال خالص، على الشمال الجزء اللي انت شايفه في الشمال ده، انا دايما بحب اسيب في الديزاين كده نكتب فيه الكورسز اللي احنا خدناها والمهارات اللي موجوده عندنا، كورسز والسكيلز. تروح جاي كده انت خدت كورسات معينه اكتب كورسز وابدا انك تحط الكورسز دي تحتيها، اكتب سكيلز وقوم حط السكيلز بتاعتك تحتيها. ولكن نقطه السكيلز دي انا محتاج ان انا اقف عندها هنا وقفه مهمه جدا. ايه هي الوقفه دي؟ الوقفه دي عباره عن ان انا بكتب السكيل وبكتب الجو، يعني انا في درجه ايه من السكيل دي. على سبيل المثال انا دلوقتي انا دلوقتي مثلا موجود معايا اللغه الانجليزيه، طبعا كلنا هنكتب انجلش سكيل، تمام، او اللانجوجز بتاعتنا وهنكتب فيها انجلش. ما ينفعش ان انا احطها له كده وخلاص، لان انا بعرف اتكلم مثلا بنسبه 50%، محمد بيتكلم 70%، ايه بتتكلم 95%، فبالتالي لازم كل واحد يحدد الدرجه بتاعته. يبقى انا كده اروح حاطط له مثلا في اللانجوجز، في السكيلز لانجوجز واحط فيها انجلش، اروح حاطط له النسبه بتاعتي فيها كام، اكتب له جنبيها كده 95%. او استخدم حاجه كديزاين زي الديزاين ده كده وابدا ان انا اعدل فيه. ما هو الديزاين ده قابل للتعديل على فكره، انت تعرف انت مثلا ده 1 2 3 4 5 6 7، ده 7، تمام، يبقى ده مستواي في الحاجه اللي هو بيقدمها ده 7 او 4 من 7. خلاص انا ممكن، لا انا شايف ان مستواي اعلى كمان، فممكن ان انا اعلي النسبه بتاعتي او استخدم تشارت غير ده، فابدا ان انا اخلي نسبتي اعلى او اشيل الكلام ده كده كله خالص وابدا ان انا اكتب عليه ان انا 95%، النسبه بتاعتي 95%. بعد كده احط الكورسات الثانيه اللي انا واخدها، او لو في لغه ثانيه انا بعرف اتكلمها اعمل نفس الحكايه دي. وبعدين اروح نازل على وانا في السكيلز بتاعتي اروح مكمل لو عندي اي سكيلز ثانيه، يعني عندي ليا في الماركتنج اكتب، ليا في البرزنتيشن سكيلز عندي كويسه تمام، ليا في اي مهاره ثانيه موجوده تمام، كمبيوتر سكيلز لازم اكتبها، حاجات بيرسونال سكيلز عاديه خالص زي اللي انا ذكرتها دلوقتي، لانجوج سكيلز زي اللي انا قلت لك عليها في الانجليزي وفي اي لغه ثانيه موجوده عندك. يبقى كده نجمع اللي احنا قلناه تاني. قلنا ان احنا موجود فوق على الشمال خالص الصوره بتاعتنا، بعديها الاسم، على اليمين حطينا العنوان وحطينا الجيميل وحطينا الرقم التليفون بتاعنا. بعد كده قمنا عاملين كلمه اسمها اباوت وحطينا المعلومات بتاعتنا. بص عشان يبقى شكل التصميم بتاعك كويس، خلي اباوت دي هي اللي موجوده رقم واحد في الجزء الشمال فوق، وبعد كده تحت في الجزء ما بين اباوت واديوكيشن هيستوري ابدا انك تحط هنا البيانات اللي انا قلت لك عليها. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي حطيت الاسم في المنطقه دي، خلاص يبقى قصاد الاسم على طول والمساحه اللي هتكون قصاده هنكتب فيها بعض الحاجات الثانيه اللي هي العنوان والايميل والرقم التليفون. وخليني كده ان انا اوريكم مثلا
لو انا كده دورت على التصميم الحته التاني اللي انا عامله، اعمل تصميم كده ممكن ان انا اوريه لكم. تعالوا كده اوريه لكم. التصميم اللي قدامك ده انا على فكره ده تصميم عادي جدا، ومن جوه الابلكيشن نفسه ادى الصوره، وبعد كده البروفايل انفورميشنز او اباوت، وبعدين حط الاسم بتاعي، وحاطط جنبه على طول رقم التليفون، الايميل، الادرس. تمام؟ يعني ده لازم تكون واضحه بالنسبه لك كده، الاثنين قصاد بعض اهم. تمام؟ يا رب كده الشكل يكون واضح. الورك اكسبيرينس، وبعد كده الاديوكيشن، وقمت جاي هنا حاطط السكيلز بتاعتي، وحاطط اللانجوج سكيل اهو، ولو عندي اي كورسز ولا حاجه حابب ان انا احطها هقدر ان انا احطها هنا. يبقى ده كده الشكل العام بتاع التصميم بتاع السي في بتاعك. انت مش هتكون محتاج انك تعمل في السي في اكتر من كده. في حاجات تانية بتكون موجوده في السي في، على سبيل المثال الكفر ليتر. الكفر ليتر او خطاب اللي انت بعته المكان اللي انت رايح توظف فيه. وهنا الخطاب ده بيختلف من مكان لمكان. انت دلوقتي بتقدم عشان تروح تشتغل مثلا في دكتور فريلانسر، فراح اقول لهم والله انا هكون مبسوط جدا ان انا اكون موجود في المكان ده، وانا عندي بعض الامكانيات اللي ممكن تاهلني ان انا اشتغل هنا، وهي 1 2 3 4 5، وهكون مفيد ليكم بطريقه كذا وكذا وكذا وكذا. وكفر ليتر حوالي 4 5 سطور حطيته له في النهايه كخطاب توظيف. لما كنا بنشرح بعيد كنا قلنا عليه انك وانت بتبعت السي في بتاعك بتبعت معاه كفر ليتر او خطاب توظيف. تقدر انك تعمل على فكره صفحه ثانيه من الصفحه دي عن طريق ان انا اعمل كده، والصفحه الثانيه دي هيبقى فيها نفس الانفورميشنز اللي هنا، ولكن هشيل الجزء اللي تحت ده كله، وكل اللي انا هعمله فيه هعمل كفر ليتر. تمام؟ او يعني هو كويس ان هي معموله هنا اهي، ادى نفس البيانات بتاعتي، ولكن كل الحكايه ان انا هنا كنت عملت كفر ليتر. طيب انت خلاص كده عرفت الكفر ليتر بتاعك، او عرفت الشكل العام بتاع السي في كمان بالكفر ليتر. الصوره بتاعتك اهي، البروفايل انفورميشنز او كلمه اباوت، الاسم بتاعك، التليفون، الايميل، العنوان، سكيلز، ورك اكسبيرينس على اليمين، بكمل عادي الصفحه بتاعتي عادي خالص، ورك اكسبيرينس، بعد كده الاديوكيشن بتاعي. خلاص بعد كده انت لو عندك بقى ايه، يعني ممكن نكتبها في الاخر هنا كمان بعد كلمه كورسز. لو انا عندي اي اكتيفيتي زياده، يعني انا شغال في اي حضرت كونفرنسز في مكان قبل كده، حضرت مؤتمرات وبحضرها، ممكن اكتبها. اي كامبات انا حضرتها قبل كده ممكن اكتبها. السمر ورك شوبس والكلام ده كله ممكن ان انا اكتبه. يكون عندك الاوبشنز دي كلها تكتبها فين؟ ده بقى من نقطه مهمه جدا. تكتبها فين؟ بعد ما بتخلص العنوان الحاجات دي كلها اللي فوق، وكتبت السكيلز وكتبت الكورسز، لو المكان اللي على الشمال ده فيه مساحه اكتبها فيه. طب لو ما فيش مساحه اكتبها تحت كلمه ماي اديوكيشن. طب لو المكان ده خلص وده خلص اكتبها في الصفحه الثانيه، بحيث ان انا يكون معايا مساحه ان انا اكتب فيها. تمام؟ ده كده الشكل العام بتاع التصميم. طب انا لما اجي اعمل تصميم لاي حد مثلا طالبه مني كسي في، تعالى كده ندور على نطلع تاني نكتب كلمه سي في. هبدا ان انا ادور على شكل معين يكون كويس معايا، وليكن الشكل اللي قدامي ده، وابدا ان انا اعدل فيه على طول البيانات بتاعته. خلاص انا عارف ان هنا احط الاسم بتاعي. طب لو هو عايز صوره، كل اللي انا هعمله اروح منزل دي تحت كده واحط الصوره بتاعته فوق. طيب ادى اللينكد ان، ادى العنوان، ادى رقم التواصل بتاعه. وخلي بالك مهم جدا ان رقم التليفون اللي انت حاطه ده يكون عليه واتساب، بحيث ان الشركه دي تقدر ان هي تتواصل معاك في اي وقت. بعد كده الورك اكسبيرينس ده طبعا ده جزء احنا قلنا بلاش، ده هنخليه على اليمين. الجزء اللي على الشمال ده احنا ممكن نخليه كله كديزاين كتصميم، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نكتب فيه اللي احنا عاوزينه. انا من كلمه element واروح جاي هنا كده وعامل كلمه كاتب مثلا ايه، انا مش عايز فريم، انا عايز بس اشوف الاليمنتس اللي موجوده. وعلى سبيل المثال المربع ده، بص كده كل اللي انا اعمله ايه، انا اعرف اخد المربع ده كده، والمربع ده اطوله، ابدا ان انا اكبره شويه، وهاخده احطه على الجنب هنا عشان اعمل حاجه شبيهه شويه بالتصميم اللي انا كنت شغال عليه من شويه. تمام؟ اصغره عن كده سنه، واغير اللون بتاعه اللون غامق عشان اقدر ان انا اكتب عليه. تمام؟ خلاص ده كده اللي هيبقى الشكل بتاعي. اعرف بعد كده بقى ان انا اكتب الكلام بتاعي اللي انا قلت عليه هنا، السكيلز والكورسز والكلام ده كله. طيب حته الورك والكلام ده كله احطه هنا في المنطقه اللي هي هنا دي. اكتب ابدا بالاديوكيشن على طول، ابدا بعد كده بالورك لو انا عندي اي حاجات عملتها قبل كده او اكسترا اكتيفيتي احطها في المساحه اللي موجوده تحت. وكده هتلاقي الديزاين بتاعك خلص.
كل عميل تعمل له ديزاين مختلف، قول له الالوان اللي انت حابب تكون موجوده ايه. طبعا الالوان الكتير في التصميم مش حلوه، يعني انا مش بقول لك حط الوان كتير، لا، انا عايز الالوان تكون يعني الشكل بس الفريم العام هو اللي يكون عليه الوان، او حاجه زي التصميم المربع اللي انا حطيته ده. الحاجه الثانيه الالوان بتاع الخطوط نفسها ما تزيدش عن اللونين. انت عندك اللون الاسمر العادي اللي بكتب بيه كل حاجه، والحاجه الثانيه ان انا ممكن احط العناوين بلون مختلف شويه، زي العناوين هنا ما هي موجوده باللون الازرق، فبالتالي هم لونين بس. ويفضل كمان ان هو لون واحد بستخدمه، وبغير في المقاسات بتاعته. مثلا اللون الاولاني ده اللي انا حاطط بيه العناوين كاتبه ب 27 اهو، اللون اللي انا حاطط بيه العنوان الفرع اللي هنا كاتبه مثلا ب 18 او ب 14. الكلام بقى اللي تحتيه بيكون اصغر منهم شويه، بحيث ان العناوين نفسها تكون واضحه. حتى ولو انا خليت كلمه، يعني كلمه سمري دي لو انا خليتها بلون اسمر هتبدا ان هي تكون واضحه، لان هي اكبر من الكلام اللي موجود تحتها. ده النقطه اللي انت تقدر يعني ازاي تعمل سي في دلوقتي، وايه الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تكون عارفها. طيب لما انت تيجي عميل يطلب منك ان انا محتاج انك تعمل لي سي في، انت حضرتك بقى هتطلب منه ايه؟ هتطلب منه كل المعلومات الخاصه بيه. تبدا تجيب ورقه وقلم كده وتقول له الاسم بتاعك ثلاثي. الاسم لازم لما يتكتب هنا في السي في يتكتب ثلاثي، فتقول له الاسم بتاعك ثلاثي ايه؟ تاخد منه الاسم، تقول له كام سنه، تمام، وبعد كده تقول له رقم التليفون بتاعك، ويعني يكون عليه واتساب. العنوان بتاعك ايه؟ تقول له الجيميل بتاعك، ويفضل ان هو لو عندك لينكد ان كمان ويكون كويس تجيبه. اقول لكم بس حاجتين مهمين. الجيميل لما تيجي تاخده من عميل تعرفوا ان الجيميل ده لازم يكون فورمال، فبالتالي لازم الجيميل بتاعك يكون مثلا عبد الله محسن @gmail.com، احمد محمد @gmail.com. ما ينفعش يكون في اسم مش صح، او الجيميل مش فورمال. انا مثلا الجيميل اللي انا بستخدمه اللي هو رقم، فبالتالي ده مش فورمال، فيفضل ان انا ما استخدمش حاجه زي كده. فالعميل لو بعت لك جيميل مثلا مكتوب فيه كلمه وليكن هو اسمه عبد الرحمن او اسمه عبده، فهو بيسمي نفسه عبده او بودي او الكلام ده كله، لا، كله ده ما ينفعناش. اعمل لنا جيميل يكون ايه فورمال اكتر من كده. ممكن يعمل جيميل بكل سهوله على فكره باسم جديد، ويبدا ان هو يبعته لك عشان تشتغل عليه. طيب غير الاسم، السن ده بحطه فين؟ انا اقدر ان انا احط السن تحت الاسم بتاعي على طول. تمام، 23 years old مثلا، يبقى ده السن بتاعي. خلاص كتبت كده العناوين دي، عملت الخطوط. طيب هطلب ايه تاني من العميل؟ هقول له والله المكان اللي طالب منك، اللي محتاج منك صوره اللي انت مقدم ليه ولا لا، ولو محتاج ابعت لي صوره تكون فورمال. الصوره اللي انا كنت حاططها في التصميم اللي فات دي طبعا ما تنفعش، انا حاطط اي صوره، لكن يفضل لما انا اجي احط صوره في سي في تكون فورمال، لابس بدله، الخلفيه ورايا تفضل تكون بيضه. اظن احنا نقدر نعمل ده يعني، ونشيل الخلفيه والكلام ده كله. ده كده بالنسبه للصوره. بعد كده هطلب منه ايه كمان؟ هطلب منه الاديوكيشن بتاعه، التعليم بتاعه. ولما يجي يقول لي مثلا انا والله متخرج من كليه طب جامعه الازهر، اقول له كنت فيها من سنه كام لسنه كام، خدت ايه اللي بعديها، اتعلمت حاجه ثانيه، طب دخلت كليه ثانيه، طب اشتركت مع جامعه ثانيه، خدت شهاده من معهد معين، من اكاديميه معينه. تبدا انك تاخد منه الحاجات دي عشان الاديوكيشن هيستوري اللي انت هتكتبه له. بعد كده تطلب منه الورك اكسبيرينس، بعد ما اتخرجت اشتغلت ايه؟ طب اشتغلت حاجه ثانيه، طب معاك شهاده خبره من مكان معين، تبدا انك تكتب له ده في الورك اكسبيرينس. بعد كده تساله السكيلز بتاعتك ايه، يعني ايه المهارات اللي موجوده عندك، فيبدا ان هو يعدلك. ولو مش عارف ان هو يعدلك قول له سكيل، يعني عندك مهارات في اللغه، عندك مهارات في الكمبيوتر، عندك مهارات شخصيه، يبدا ان هو يعدها لك. الكورسز اللي انت خدتها ايه، وتبدا انك تكتبها له. قول له لو عندك اي حاجه زياده حابب انك تقولها، ولو حابب تعمل كفر ليتر او خطاب توظيف للمكان قول لي عليه عشان اعمله لك. انت بكده هتعرف انك تعمل سي في لاي حد، شويه بيانات هتملاها واللي بيديها لك العميل نفسه. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتجرب ده مع نفسك. هتروح واخد، على فكره اللي انا قلته كله موجود في التصميم هنا، سواء انت سجلت ورايا دلوقتي في نوت او ما سجلتوش، انت لو دخلت على اي تصميم هتلاقي الحاجات دي اساسيه وموجوده في اي سي في. فبالتالي انا مثلا عارف ان هنا طالب مني الورك اكسبيرينس، بعد كده او الاديوكيشن الاول، بعد كده الورك اكسبيرينس، السكيلز موجوده على الشمال، الاسم موجود، رقم التليفون، الجيميل، الحاجات دي كلها لو التزمت بيها انت خلاص السي في بتاعك بقى كويس جدا. وكل واحد والشكل اللي يعمله. الخطوط اللي بتكون مستخدمه هنا هي الخطوط العاديه الفورمال، الخطوط العاديه الفورمال، مش عايز انك تستخدم اي خط معوج او الكلام ده كله. فبالتالي مش هتحتاج ان النسخه دي تكون معاك برو عشان تعمل يعني السي في، لانك هتستخدم الحاجات العاديه جدا اللي هي اصلا مجانيه. فده كده الشكل العام بتاع السي في، ده المعلومات بس اللي انا كنت عايزك تعرفها عنه. بعد ما تخلص ده هتروح واخد السي في بتاعك، بعد ما تخلصه على طول تروح عامل له سيف، السي في بتاعك هيروح نازل معاك. ايا كان بقى. على فكره انت لو معاك اكتر من صفحه، شفت الصفحات اللي موجوده تحت دي كلها، انا دلوقتي لما عملت سيف انا دخلت على الصور عندي هلاقي ان 3 صفحات، الثلاثه
اتحفظوا. 1 2 3. طيب هم دلوقتي اتحفظوا في صوره صور، انا طبيعي مش هبعتهم للعميل في صوره صور، انا عايز ان انا ابعتهم له في صوره PDF. فانا من كلمه شير بضغط على كلمه داونلود واختار من هنا PDF، وهو بيقول لي all 3 pages، يعني انت عايز تعمل ال3 بيج كلهم ولا عايز تختار بيج معينه، عايز تشيل حاجه معينه. فانا اقول له والله ال3 واعمل داونلود، هيبدا ان هو يعمل لي داونلود والملف هيكون موجود معايا نازل فيه ال3 صور. تمام. يعني انا حتى لو جيت هنا وقمت عامل سيف تو فايلز ماي ايباد وعملت سيف ورحت جاي على هنا كده ماي ايباد وبدات ان انا ادور بس على الملف اللي انا عامله دلوقتي، وبدات ان انا ابص عليه هلاقيه ان هو والله عايز ان انا افتحه لكم بس في PDF. عموما لو انت فاتحه دلوقتي في برنامج ادوبي اكروبات او حاجه PDF فيور، يعني هتلاقيه ظاهر قدامك شكل PDF. تمام. ده الفيو بتاع الايباد نفسه. تمام. ممكن ظاهر معاك شكل PDF عادي خالص. كده انت تبعته للعميل وكل حاجه يعني هتكون تمام جدا. ده ازاي تسيفه تاني عشان لو حد برضه ما خدش باله من النقطه دي. عملت علامه، ضغطت علامه الشير، كتبت داونلود وبدات ان انا اختار ان هو يتحفظ في شكل PDF وعملت داونلود على طول. انت بكده عرفت تحفظ PDF بتاعك، عرفت تحفظ CV، عرفت ازاي CV اصلا هتدخل على الهوم من البدايه وتروح كاتب كلمه CV يبدا يظهر لك اشكال، تروح جايب شكل منهم. الشكل ده برضو تشوف لو في ديزاين تاني من اللي موجودين هنا حابب انك تستخدمه، اختار التصميم بتاعك، عرفت الحاجات اللي احنا هنعملها، عدل بقى فيه، عدل في الخطوط، عدل في الالوان، عدل في الشكل. الكلام ده لازم يكون مكتوب بالظبط وبدقه عشان يكون مطابق للشخص اللي مقدم الوظيفه اللي هو هيطلب منك وهو اللي هيديك الكلام ده. عدل في الكلام ده كله، اي حاجه هنا هتقدر انك تعملها، لان ده من الحاجات البسيطه اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت واللي قبليها، من ناحيه نغير الالوان ازاي، نغير الاشكال ازاي، الخط نغيره ازاي، نكتب حاجه هنا اصلا ازاي. اظن ده كله بقى هيكون سهل وبسيط بالنسبه لنا. هي بس كام حاجه اللي قلناهم في الاسم هنحطه فين، العناوين هنحطها فين، المعلومات الشخصيه، الورك والاديوكيشن والكورسز والسكيلز. كده مش محتاج اي حاجه تاني عشان تقدر انك تعمل CV. وبكده يا سيدي نكون وصلنا لنهاية الرحلة بتاعتنا. الحمد لله على السلامة. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس وتبعت الفيديوهات دي للناس اللي موجودة عندك مهتمة بمجال التصميم، او حتى مش مهتمة بيه ابعتها لهم، لان ممكن في يوم من الايام يكون مهتم بالمجال والفيديوهات دي فعلا تفيده. فبالتوفيق ان شاء الله، وما تنساش تستنانا في فيديوهات تانية وكورسات تانية كتير جاية هنا على القناة في دكتور فريلانسر. بالتوفيق ليكم ان شاء الله. مع السلامة.